السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتعلم قاعده مهمه جدا في البرونسيشن وكمان ايديوم لطيف. عايزك تسمع الكليب ده، تعمل باوز وتقول لي سمعت ايه. They were cooking the books. They were cooking the books. عاش جدا، ايه الحلاوه دي؟ هو بالظبط قال they were cooking the books. they were cooking the books. يعني ايه بقى they were cooking the books؟ او اصلا يعني ايه cook the books؟ اكيد مش معناها يطبخ الكتب، ولكن زي ما انت خمنت كده معناها انه يلعب في حقائق او في حسابات. يعني مثلا his accountant has been cooking the books for years now. المحاسب بتاعه كان عمال يلعب في الحسابات وفي الارقام والدفاتر بقاله سنين لحد دلوقتي. يبقى الايديوم تاني cook the books. واول pronunciation rule معانا هي ازاي تنطق الكلمه دي. هل يا ترى قلت they were ولا صح جدا they were؟ يبقى الفيرب to be في الباست اللي هو الفعل يكون في الماضي، لو جه مع you they او we او اي اسم جمع مش بنقول were ولكن بنقول were. خلي بالك ان دي كلمه were. طب عايز اقول لحد انت كنت فين؟ اين كنت؟ هقول له where you؟ طبعا لا، ولكن اقول له where were you. اسرع where were you. دايما لو في كلمات بتنطقها غلط وعرفت النطق الصح ده مش كفايه، لازم تتدرب عليها كتير. فتدرب معايا وتقولها في جمله. فانت لو حفظت الجمله دي مش هتنسى where were you. اما تاني قاعده معانا فهي نطق الدبل او زي في الكلمه دي كده. هل قلتها كوك ولا كوك؟ طبعا كوك. طب الكلمه دي بوك ولا بوك؟ بالظبط كده، قلناها بوك. طيب هل الدبل او ليها نطق واحد اللي هو الاو اللي هو الشورت ده، ولا ليها نطق تاني؟ طب لو قلنا الكلمه دي هل بتقولها فوت؟ لو قلتها فوت فده كومن ميستيك غلط، وتعالى نصححه. النطق الصح ليها هي فوت، واحنا مش بنقول فوتبول ولكن بنقول فوتبول. فتاني فوت زيها زي كوك وبوك. ولكن لو جينا بقى قلنا الكلمه دي هل هنقولها مون؟ لا طبعا، ولكن هنقولها مون. او شفافك كده مدوره وتقولها او وتمد فيها، ولكن هنا او. يبقى نفهم كده ان احنا عندنا two ways to pronounce double o. لما يكون عندنا double o بننطقها بشكلين، يا اما او اللي هو الشورت، يا اما او اللي هو اللونج. طب تعالى ناخد كلمات تانية. كلمه زي SOON، هل يا ترى هقولها صن ولا سون؟ عاش جدا، هنقولها سون. تعال ناخد امثله اكتر على الشورت واللونج. هنا شورت وهنا لونج. فهنا عندنا فوت. درب معايا. لوك جود هود هوك. تحس ان الاتش تعبانه شويه بس معلش. ولكن هنا عندنا اللونج فنقولها ايه؟ او مون سون بوت كول وروف. طب لو سالتني يا احمد هل ليها قاعده؟ هقول لك يا صديقي، في الحقيقه الانجليش لغه سمعيه مش دايما بتمشي على القواعد، ودايما كل قاعده ليها استثناء. فانت بتحفظ الكلمات الشائعه بنطقها الصح، وكل ما بتعدي عليك كلمه بتحاول تحفظ نطقها. لو شايف ان الفيديو عجبك ممكن تكتب مستر برونسيشن في الكومنتس. طبعا تعمل لايك وشير عشان نعرف ان المحتوى ده عجبك ونعمل منه فيديوز اكتر. واشوفكم المره الجايه. سلام.